السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا عن أخبار عن نادي الزمالك بإذن الله حصرية، وأول خبر معانا بسبب المستحقات المالية لاعب الزمالك يطلب الرحيل. طلب أحمد حمدي لاعب وسط نادي الزمالك الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وتأخر حصوله على مستحقاته متأخرة. ووفقا للمصدر داخل القلعة البيضاء فإن اللاعب أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل، وطلب الموافقة على العروض التي يمتلكها في الوقت الحالي من أجل تأمين مستقبله الكروي، وخاصة في ظل الغموض الذي يحيط موقف مستحقاته المالية داخل نادي الزمالك. أما الخبر الثاني معانا، فيريرا يبدأ الغربلة في الزمالك، رحيل نجم الفريق بعد التقرير الفني. أوصى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك برحيل لاعب خط الوسط نبيل عماد دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل خروجه من حسابات الفنية للموسم الجديد. وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن فيريرا أبلغ إدارة الكرة بعدم حاجته لخدمات دونجا، مشددا على ضرورة تسويقه خلال الفترة المقبلة سواء بالبيع النهائي أو الإعارة لإفساح المجال أمام صفقات جديدة في خط الوسط. الخبر الثالث اللي معانا مصدر مقرب من حامد حمدان أخطر مسؤول بتروجيت برغبته في الانضمام للزمالك. اللاعب أكد عدم موافقته على أي عروض أخرى سيقدمها له نادي بتروجيت، وهو اللاعب عايز يلعب في نادي الزمالك. خبر تاني معانا عن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي السابق وعن تعاقده مع نادي الزمالك. مصدر بلاد الزمالك قال: تم عرض اسم بيرسي تاو على الزمالك بشكل عام، ولكن لم نصل لاتفاق معه أو الاستقرار على ضمه. صفقات الأجانب تحت التقييم بشكل دقيق، خاصة أن أي صفقة أجنبية جديدة ستعني خروج أحد المحترفين الأجانب من الفريق، كون الفريق يضم 4 لاعبين أجانب، وهناك صفقة تشيكو بانزا. الخبر معانا: قناص أنجولا على رادار الزمالك، مفاوضات لضم زيني سيلفادور في صفقة هجومية نارية. بدأ نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع زيني سلفادور اللاعب أيك أسينا اليوناني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل تدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد. ويرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم أفريقي لتدعيم خط هجوم الفريق بعد التعاقد مع الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف مهاجمي فاركو في الفترة الماضية. وعن سلفادور: ولد سلفادور في 3 يوليو 2002 بمدينة كازينغا، ويبلغ من العمر 23 عام، ويتميز بطول يبلغ 181 سنتيمتر، ووزنه يبلغ 73 كيلو، كما يعتمد على قدمه اليمنى في التسديد. خلال موسم 2025 و 2024 انتقل اللاعب إلى صفوف فيليدا يوكاس اليوناني على سبيل الإعارة، وشارك في 29 مباراة في الدوري المحلي، سجل 14 هدف وصنع هدفين. وبشكل عام شارك زينة في 41 مباراة، سجل 17 هدف وصنع 4 أهداف. ارتدى اللاعب قميص منتخب أنجولا الأول منذ عام 2021، وخاض معاه 22 مباراة دولية نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، كما شارك في التتويج بلقب كاس كوسافا، ووقع على هدف خلال منافسات النسخة الأخيرة من البطولة، مما يعزز من سجله الدولي ويمنحه ثقة مضاعفة في المواجهات الكبرى. والخبر اللي معانا عن موضوع 7 لاعيبة من نادي الزمالك في كرة اليد عملوا شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقات، وتضمنت شكوى لاعبي الزمالك ال7 إلى الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وأكد لاعبو الزمالك في شكواهم إلى الاتحاد المصري لكرة اليد أن هذه المستحقات تعود إلى أكثر من موسم، وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للاتحاد المصري. كما أشار اللاعبون إلى أنهم قرروا اللجوء إلى الاتحاد المصري لكرة اليد بعد العديد من المحاولات الودية للحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي، لكن هذه المحاولات لم تكن بالنجاح. ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة اليد، فإن في حالة صدور قرار لصالح اللاعبين مع عدم التزام إدارة الزمالك بسداد المستحقات المتأخرة، قد يعرقل هذا الأمر لمسألة قيد اللاعبين الجداد لنادي الأبيض في الموسم المقبل، لأن لائحة الاتحاد المصري لكرة اليد تنص على عدم أحقية أي نادي في قيد اللاعبين جدد ما لم يسوي كافة مستحقات لاعبيه السابقين. وأعلن الزمالك منذ أيام تعاقده مع بيجات مروان لاعب دائرة من نادي سبورتنج السكندري لدعم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل. وكان الزمالك أهل الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري المحترفين لكرة اليد.
لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم.